الشعراء العامية المصرية، أحدهما من محافظة دمياط والآخر من الإسكندرية. طبعا دمياط والإسكندرية محافظات تطل على البحر. الشعر مع البحر له طعم مختلف. اسمحوا لي أبتدي بالأستاذ رضا عفيفي، شاعر العامية من محافظة الإسكندرية، صدر له 3 دواوين: حنين وشجر الحنان وأغلى حب. حصل على العديد من الجوائز وكرم مؤخرا في الإسكندرية في يوم الأرض، هذا الاحتفال الذي عقد بالتعاون بين مركز الإبداع السكندري والقنصلية الفلسطينية في الإسكندرية. أهلا بك يا أستاذ. معنا أيضا مشاهدينا الكرام أيمن عباس، هو شاعر عامية مصرية من محافظة دمياط، له العديد من المشاركات وفاز أيضا بالعديد من المسابقات الشعرية في إقليم وسط الدلتا الثقافي. صدر له توتة الحلم القديم وتحت الطبع واحد غيري. أهلا بك يا أستاذ رضا. يعني دايما في فقرة الشعر بنحب نبتدي بالشعر، بنبقى مستنيين نسمع قصيدة شعر، فخلينا نسمع قصيدة وبعدين نتكلم. أنا أولا يعني هقول القصيدة اللي أنا كرمت بسببها، إن أنا دايما ببحث من داخل كتاباتي عن المشاعر اللي تقرب المسافات بين الناس والشعوب والحب يعني. فقلت العرب في قلب مصر، كل وقت وكل عصر، بالمحبة والأخوة، الاتحاد يدينا قوة، ويجي بكرة بألف نصر. والعرب في قلب مصر يجي يجمعنا الصباح، شمس ترسم الأفراح وتجمعنا صلاة العصر، والعشاء نبات في مصر، حضني ليك تعال ارتاح. ده العروبة في قلب مصر، فلسطين في قلب مصر، لبنان في قلب مصر، العراق في قلب مصر، وكلنا في قلب مصر. مش سعادي يلا نبني، يبقى ابنك ويا ابني، وأي شيء في يوم تعبني نقسمه، وياك تسجني تبقى أرضك هي أرضي، يبقى عرضك هو عرضي، تبقى وقت الشدة جنبي، ما انت ساكن جوه قلبي، وكلنا في قلب مصر. ده العرب في قلب مصر. الله 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 الله. أستاذ رضا، يعني أنا عايز أتوقف الحقيقة عند فكرة التكريم من قبل مؤسسات في الغالب مع رضا عفيفي بتبقى أجنبية، أو المؤسسات الغير المصرية داخلة كشريك أساسي. مرة القنصلية الفلسطينية في يوم الأرض، ومرة معهد جوتا في مسابقة نقابة الأطباء، مش كده؟ طبعا مسابقة معهد جوتا للشعر، الشعر السلام. كانت فكرة شباب ألمان سنة 2007، شباب شعراء. وأنا استهواني إن شباب ألمان جايين يدعوا للسلام، وإحنا ديننا دين السلام وأرضنا أرض السلام. فدخلت بكل حب، يعني شاركت في هذه المسابقة وخدت المركز الأول على الشباب الألمان والشباب المصريين اللي كانوا موجودين. وده كان فضل من ربنا عليا، إن الشيء لما يتكتب بحب بيوصل، وخصوصا لو كان عن السلام. طبعا طبعا يعني مش السلام القوة، السلام اللي هو ان احنا بنعرفهم ان احنا الدين اللي بيطبطب على كل الأديان اللي بيحتويهم. احنا آخر رسالة نزلت من السماء بتحتوي كل الأديان اللي قبلها، كان ألمان أو أمريكان أو أي جنسية. فدايما لما هو السلام يا أستاذ رضا بشكل عام لا يبنى إلا على القوة طبعا، لأن لو العلاقة فيها ميزان قوة مائل مش هيبقى فيه سلام، مش هيبقى فيه شكل من أشكال الخضوع طبعا أكتر منه سلام طبعا. أيمن عباس، شاعر العامية. يعني الأستاذ رضا عفيفي احنا استضفناه قبل كده، لكن أيمن عباس وجه جديد على شاشة قناة النيل الثقافية. ده شيء يشرفني جدا، وتشرفت بحضراتكم جميعا. أهلا بيك. عايزين مزيد من التعارف، لكن التعارف بين الشاعر والجمهور يأتي إزاي؟ ويعني والله أنا يمكن قبل ما هبدأ قصيدة وقبل ما هتكلم لفت نظري كده إن بعض الأدباء بيحاولوا يعرفوا الشعر، ومثلا دكتور جابر عصفور في مفهوم الشعر وغيره الكثير. أنا مثلا شايف إن الشعر من وجهة نظري مثلا في موقف زي موقف محمد الضرة وإطلاق الرصاص عليه من قبل الإسرائيليين، أنا شايف إن الشعر
آه،